مصر مش بس أهرامات وأبو الهول، في أماكن هتخطف قلبك بجمالها وممكن تكون أول مرة تسمع عنها. خليك معايا لآخر الفيديو وهتتعرف على 7 أماكن سياحية هتخليك تعشق مصر من جديد. معبد الكرنك في الأقصر أكبر معبد ديني في العالم القديم ومسرح مفتوح لتاريخ مصر الفرعوني. أعمدته العملاقة اللي بيوصل ارتفاعها أكتر من 20 متر ونقوشه الدقيقة اللي بتحكي بطولات الفراعنة بيخلوك تحس إنك فعلاً وسط حضارة لا مثيل لها. كل ركن في الكرنك بيحكي قصة، وكل جدار بينقلك لعصر من القوة والعظمة. هو مكان بيخليك تعيش لحظات من الدهشة والانبهار لا تنسى. المتحف المصري في القاهرة بوابة سحرية بتاخدك لرحلة جوهرة وسط كنوز الفراعنة. هنا هتشوف أكتر من 120 ألف قطعة أثرية، من التماثيل الضخمة لغاية المجوهرات الدقيقة. أهمهم القناع الذهبي لتوت عنخ آمون اللي بيخطف أنفاس الزوار بجماله. المتحف مش بس مكان للعرض، لكنه مدرسة مفتوحة بتحكي أسرار حضارة أبهرت الدنيا، وكل زيارة ليه هي اكتشاف جديد لجانب مختلف من تاريخنا العريق. الأهرامات أيقونة مصر الخالدة وأعظم أسرار الحضارة الفرعونية، شيدت منذ أكثر من 4500 عام، وما زالت تقف شامخة أمام الزمن لتبهر العالم بروعتها ودقتها. هنا تشعر وكأنك في حضرة ملوك عظام عاشوا وتركوا بصمتهم في كل حجر. زيارة الأهرامات مش مجرد رحلة سياحية، دي رحلة عبر التاريخ لواحدة من أعظم عجائب الدنيا اللي هتفضل رمز للفخر والإبداع المصري. على شاطئ الإسكندرية الغربي تقف قلعة باي كحارس قوي للبحر المتوسط. القلعة تبنت في القرن الخامس عشر على أنقاض منارة الإسكندرية القديمة، واحدة من عجائب الدنيا السبع. جدرانها الضخمة وأبراجها العالية مش بس بتحكي عن عصور القوة والدفاع، لكنها كمان بتديك فرصة تستمتع بأجمل إطلالة على البحر. زيارة القلعة تجربة ساحرة تجمع بين عظمة التاريخ وسحر الطبيعة. قلعة صلاح الدين الأيوبي بتتربع على واحدة من أجمل تلال القاهرة، وتعتبر من أروع معالم العمارة الإسلامية. اتبنت في القرن الثاني عشر كحصن منيع للدفاع عن مصر، وبقت مع الوقت رمز من رموز قوتها وتاريخها. فالقلعة هتلاقي مسجد محمد علي المهيب اللي بيتميز بإبابه الضخمة وزخارفه الجميلة، ومن فوق أسوارها هتشوف بانوراما مبهرة للقاهرة كلها. زيارة القلعة تجربة بتجمع بين عظمة التاريخ وسحر المشهد. مكتبة الإسكندرية الجديدة تحفة معمارية وثقافية بتجمع بين عبق الماضي وحداثة الحاضر. أعيد بناؤها على شرف المكتبة القديمة اللي كانت منارة للعلم والفكر في العالم كله. المكتبة دلوقتي مش بس مكان للكتب، لكن كمان فيها متاحف، قاعات فنون، ومراكز بحثية بتربط الأجيال بالمعرفة. وأجمل حاجة إنك لما تزورها بتحس إنك وسط صرح عالمي بيحتفل بالثقافة وبيفتح أبوابه للعالم أجمع. النيل مش مجرد نهر، ده شريان الحياة لمصر من آلاف السنين. على ضفافه قامت أقدم حضارات العالم، ومن مياهه استمد المصري القديم سر البقاء والخلود. النيل النهاردة مش بس ذكرى للتاريخ، لكنه كمان مكان بيدي راحة وسكينة لكل اللي يتمشى أو يركب فلوكة في مياهه. رحلة في النيل معناها إنك تعيش لحظة سلام وتلمس بنفسك روح مصر اللي بتتجدد يوم بعد يوم. دي كانت جولتنا السريعة في أجمل أماكن مصر. قولولنا في التعليقات أكتر مكان نفسك تزوره، وما تنساش تعمل لايك واشتراك علشان يوصلك كل جديد عن السياحة.